السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم سوف نقوم بتحضير طاجين بالجلبنة والفول، كيجي شهي ولذيذ وغير مكلف بدون لحم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وقبل ما تشاهدوا الفيديو اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم واضغطوا على الزر الجرس يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبه للمقادير كنحتاجو كيلو ديال الجلبانه يكون طري، وكيلو ديال الفول حتى هو كنختاروه طري باش يجينا واحد الطاجين رائع وبنين، حبات زيتون احمر، نص كاس تاع زيت الزيتون، طماطم حبه واحده، البصل حبه واحده، 4 الفص تاع الثوم، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره تاع التحميره بابريكا، نص معلقه ديال السودانيه فلفل حار مطحون، 2 معالق كبار تاع القزبر المدنوس، الملح حسب الذوق، نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الكمون. على بركه الله كنصبوا الزيت، كنتركوا من هذا القليل حتى الاخير كنعملوه. كنصبوا البصل بعد ما بشرناها على هذا الشكل، كنشعلوا عليه النار، كنعملوا الملحه تقريبا معلقه صغيره، وكنبقاو نقليو هذا البصل حتى تتقلى لينا مزيان. بعد ما تقلت لنا البصل بهذا الشيء كنصبوا عليها الطماطم بعد ما بشرناها حتى هي مزيان، وتنتركوا الكل حتى تيتقلى مزيان. كنغطيو عليه بعد ما تقلت لينا مطيشه الطماطم والبصل صبح على هذا الشكل. الان غادي نصبوا العطريه، بابريكا، تحميره، خرقوم، كمون، تحميره، هذه فلفل حار، ثوم بعد ما بشرناه صبح على هذا الشكل، الابزار، كنزيدوا واحد القليل من الملح، نص معلقه صغيره تقريبا، وكنمزجوا هذا الخليط مزيان مع البصل والطماطم. قزبر مدنوس كنتركوا منه واحد القليل للتزيين، كنصبوا كاس ديال الماء ساخن وتنتركوه حتى تيغلى مزيان. وهذه الطريقه اللي عملت انايا يمكن اي واحد يعملها في الكوكوت، يطيب هاد الجلبانه والفول في الكوكوت. بعد ما غلى الطاجين ديالنا القوام كنقبضوا هاد الفول كنصبوا عليه، وقبل ما نصبوا عليه كناخذوا واحد القليل الفول كناخذوا كله كنديروا فيه فتوحات باش كيشرب لينا البنه ديالو على هذا الشكل حتى نعملوه كله وكنصبوه في الطاجين. بسم الله على بركه الله. بعد ما عملنا الفول كناخذوا الجلبانه حتى هي كنصبوها على هذا الشكل وتنتركوا الكل حتى تيطيب، ومره مره كنقلبوا عليه كنقلبوه عفوا. الا خصاتو المرق نزيدوا فيه المرق
حتى تطيب هاد الفلفله، هاد الفول والجلبانه ديالنا، حتى تنخليو واحد 5 دقائق، عاد نبقاو نسقيو الجلبانه والفول. وكنغطيو عليه وتنتركوه يطيب. بعد ما طاب الطاجين ديالنا الجلبانه والفول كيجي شهي ولذيذ وبني وصحي بدون لحم. الان غادي نحاولوا نصبوا هذا قليل من الزيت اللي تركنا في الاول، وهذا القزبر والمعدنوس هو، ونحركوه ونتركوه بعض الدقائق ونقدموه. الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا جا على هذا الشكل وكنقدموه. وقبل ما نقدموه كنزيدوه بهذا الزيتون الاحمر، راه كيجي شهي ولذيذ ومنظر هائل. وهذا الطاجين راه بدون لحم، كيتشهى اي واحد يستعملو. اذا هي تتبع المراحل خطوه خطوه، وردوا علينا الاخبار وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.